لسه ما رحتش الشمال، بس انا بعت الطلقه. خد الطلقه، نزل جوه البول، الدبابه انسحبت للمسافه، والحمد لله قدرنا ايه، ده كان اول عسكري اسرائيلي اضربه مجرد ما عدينا. ما كنتش مصدق ان انا عديت. في نفس الوقت انا حسيت ان يعني ان العار اللي كان موجود او الذل اللي احنا كنا فيه كان انتهى خلاص، عرفت. فبيقول لي يا حسون والنبي امانه في رقبتك لازم تجيبها. لقيت في واحد كده حاجه ضخمه وشات الشعر اللي طيبين. طبعا انا ما اعرفش مين شارون يعني. فلما جه دخل وراه حوالي 5 أو 6 قادة من بتوعه بطن تابة. هم اصلا ما عندهمش مبدأ، يعني ما فيش مبدأ. فطبعا اللي بيجي يشيل واحد من الحتة دي بضربه بينام تاني جنب منه، اللي يجي يشيل واحد بنيمه جنبه. فضلت بقى زلل شارون ده لمدة 48 ساعة هو والقادة بتوعه. لا حد يقدر يشيل قتيل ولا حد يقدر يشيل جريح. الإسرائيلي ده يديلك قلم تديله 3 يحترمه. سيد زكريا ده راجل بطل، موت 16 واحد. جه بعد 25 سنة هو بيعمل ايه بقى؟ هو دايما بيحب يعكنن علينا، يعني يجي في احتفالات زي اكتوبر كده. ده اللي هو الجيش الاسرائيلي او القياده الاسرائيليه بتحب انها تعكن علينا، تيجي تقوم جايه تقوم ايه من حل اخر تقوم مطلعه لنا واحد. انت فاهم يعني زي بالبلدي كده، تفكر الام بعيل من عيالها. اه بالظبط كده. فطبعا هي جت قبل كان احتفالات اكتوبر، كان بعد 25 سنة برضه من المشكلة بتاعت من حرب اكتوبر. راحوا ظاهرين الموضوع ده، فراحوا باعتين المتعلقات بتاعته عن سفارة ألمانيا. طبعا عن سفارة إسرائيل في ألمانيا. وبعدين طبعا المتعلقات جت هنا، جاي قدام العالم كله ان هو بيحاول يظهر ان هو ايه يعني، ان هو عنده شجاعة أدبية. وانا بعد 25 سنة بعترف ببطل مصر، ولكن بعد الأسرة انا ضربت. الحمد لله رحت جايبهم بقى وموزع الاكل وبتاع، وقعدنا ناكل وهيصنا تمام التمام على اقل.